كي نوصل الفكره واخا هذه تفضل اخويا وصاي كمال. راح هذا الاخر عندي انا. يلا يلا احنا اللي بغيتي، يلا قول. كيقولوا مدنيه. واش جابوه هما؟ جابوا عبد المجيد تبون هكذا، مدوه للرئاسه، وثاني واش عملوا؟ مدوه باللي هو يصبح وزير الدفاع الجزائري، يتسمى باللي قائد القوات المسلحه الجزائريه هكذا يتسمى. راح اللي نقبضوا ما راح نطالبوا. فهمت ولا لا؟ لا، هذا هو صرا في بلادنا حبيبي، وما كاش حتى واحد يقد يحكي هذه، وما كاش حريه تعبير في الجزائر. صحيح. والله يعطيكم الصحه خوتي، وسامحني الاخ كمال راك عزيز وغالي اخويا. معليش معليش، الله عليك يا شكرا. مغربي وافتخر. شكرا بارك دوكمان، الله تفضل اخويا كمال. شكرا اخويا. واخويا كمال الله يحسن عوانك، والله الا صعيب باش تسير اللايف وتخلي كل واحد على خاطره. الله يحفظك اخويا كمال، مرحبا. بارك الله فيك. قلت لك الخوت، هذه القضيه اللي واقعه في دول الساحل والصحراء مع الجزائر، غادي نشوفوا في الموقع الجغرافي الجزائر ولات محاطه بواحد البؤر ديال التوتر، دول فيها انقلابات. هاد الدول فاش كنبحثوا فيهم كنلقاو التاريخ ديالهم بان الجزائر فرنسا حيدت لهم الاراضي وعطاتهم للجزائر. صحيح ولا لا؟ شكون اللي بقى يتجاوب معايا؟ تماما نعم. واخا. تماما. هاد الانقلابات شكون اللي دايرهم تما؟ داير الشارجور اخويا فؤاد. نعم. انا نحيد انا نحيد. هاد الانقلابات دايرهم روسيا تما. دابا روسيا ترد الساعه الساعين الى فرنسا. علاش كنقولوا حنا فرنسا؟ علاش ما مشاتش لشي دوله واحده اخرى؟ لان فرنسا هي الامر الناهي والمنتهي في الاتحاد الاوروبي. القرار السياسي ديال الاتحاد الاوروبي كيخرج من عند فرنسا. صحيح ان الدول الاخرى عندهم الراي ديالهم وكيجلسوا في البرلمان الاوروبي مثلا كيديروا الراي ديالهم، ولكن فرنسا مسيطره عليهم عن طريق اللوبيات الفرنسيين. اوروبا فرنسا مسيطره عليها عن طريق اللوبيات الفرنسيين. لذلك كيولي الامر السياسي في اوروبا هو ديال فرنسا. دابا فاش اوروبا بدات كتفرض العقوبات على روسيا ودارت الحصار وصنفوها داعمه للارهاب وخرجت محكمات العدل الدوليه، وهذاك راه استغلال من طرف اوروبا الخوت، راه استغلال من طرف اوروبا باش غادي يديروا مذكرات بحث، يعني يعطيو امر بالاعتقال ديال بوتين في اي بلاد. يعني كان حصار شديد. هنايا شنو دارت روسيا؟ روسيا مشات كتخلق لفرنسا الميش، وهنا فرنسا خسرت. دابا شنو وقع؟ روسيا جات خرجت كتحرر داك الدول اللي هما مستعمرات فرنسا. مثلا فاش غنمشيو شنو ضربت روسيا المرافق الحيويه ديال فرنسا، الثروات فرنسا سداتهم لها. مثلا مالي الذهب 2800 طن سنويا اللي كتدي فرنسا من مالي ديال الذهب سنويا. غادي نمشيو لبوركينا فاسو اليورانيوم داتو لها. غنمشيو للنيجر الخشب باش كيبنيو باش كيعيشوا داك الفرنسيين كيديروا مستلزمات الحياه ديالهم، نقولوا الافريشه ديال الديور وداك الشيء الخشب كله داتو لها. اذا فرنسا ومشات لها البترول اللي كتديه من مش كيقولوا له من النيجر. غير كتصحيح النيجير ما عندهاش الخشب كاين في الكابون وكوت ديفوار، هما الدول اللي عندهم الخشب اللي مسيطر عليهم في الخشب. المهم بدات هي راه اصلا دابا حاليا راه مسيطره على المستعمرات ديالها، مشات لها حتى الغاز ومشات لها حتى البترول، مشات لها حتى الغاز والبترول. فرنسا دابا حاليا راه كتستنزف. فرنسا راه ما بقى لهاش شي حل الا انها تجلس جوج حاجات. اما غادي يديروا واحد الاجتماع في البرلمان الاوروبي وغادي يعيطوا لذاك الرؤساء اللي حاكمين وغادي يجيبوا الباليزات الفلوس ويحاولوا انهم يشريوهم، او ربما غادي تدخل حرب فرنسا تما. كاين غادي تدخل حرب مع هاد الدول اللي هما داروا مع هاد الرؤساء اللي داروا انقلاب على فرنسا. فرنسا عارفه راسها دخلت في الحرب خاسره. علاش؟ بحيث كاين تما الفاغنر، ومني كتجي تدخل لهاد الدول الافريقيه خصك دير واحد الوكاله مستقله بحال الشكل ديال الفاغنر. يعني كدير نتايا تهز، يعني هاد المشاكل كيكونوا فيها ضحايا كثر، كيكون فيها شعب بريء، يعني كتكون محاسبه من طرف حقوق الانسان. لذلك خصها تستعن بواحد الوكاله اللي تكون مستقله، تبقى فرنسا بعيده عليها ما تقدرش ديرها فرنسا. هذه هي المساله اللي ما غاديش تقدر ديرها فرنسا. دابا هذا النقاط اللي شعلت روسيا للجزائر تما
علاش شعلتهم؟ هاد الدول كلهم عندهم واحد الامتداد تاريخي داخلين في الجزائر، حيدتهم منهم فرنسا. دابا روسيا شنو دايره؟ راه الجزائر راه كاين لداخل، راه كاينه حرب اهليه شاعله بيناتهم، كاين ملحق روسي وكاين ملحق فرنسي. هاد الدول اللي شفنا بوركينا فاسو ما كانوش فيها ضحايا، جا رئيس خلع رئيس. النيجر عاوتاني كذلك، جاب هاد محمد باقي حيد ديك محمد بوزوم. ملي كتمشي لمالي عاوتاني كذلك، يعني كيحيدوا الملحقات الفرنسيه وكيسيطروا على داك الدول الملحقات الروسيه. دابا هنا حاليا كاين صراع عاوتاني حتى في الجزائر، كاين ملحق فرنسي كاين ملحق روسي. هاد الصراع اللي خدام الخوت الا هو خدم وربح الملحق الروسي وسيطرت روسيا على الجزائر، شنو غادي يوقع؟ كاين واحد الشواشه الخوت. نعم. الا هو روبير هو اللي عنده سد الميكرو. روبير نعم، الا هو روسيا سيطرت حتى على فرنسا، سيطرت حتى على الجزائر، اذا فرنسا انتهى امرها في افريقيا وفي شمال افريقيا بالاخص. وإلا هي روسيا فشلت في السيطره على الجزائر، فاذا بالجزائر غادي تبقى تشعل لها تما كاين روسيا. هذا الرؤساء اللي دابا استقلوها، النيجر ها مالي ها تشاد، اولا غادي يديروا عليها حصار، غيديروا عليها حصار على الجزائر، ما غيبقى لهاش معبر على افريقيا، بوابه على افريقيا ابدا، غيحاصروها عن طريق الجماعات الارهابيه وعن طريق الحدود ديالهم. ثاني حاجه غادي ينوضوا يديروا عليها حروب، وغادي يطالبوا بالحدود الحقه ديالهم، غادي ينوضوا ويطالبوا بالحدود الحقه ديالهم. اخي كامل، ربما قاطعك نتفاهم نعم. معك. بالنسبه كيف كتشوف امريكا اللي هي دابا ساكته، ربما في صمت ولكن خدامه في هذا الاتجاه هذا، وغاضه الطرف على هذه الانقلابات هذه. انا الراي ديالي كنشوف المصلحه امريكا، فهمتي، لان امريكا هذه الحرب اللي دارت ديال اوكرانيا مع روسيا، فهي باش كتضرب عصفورين بحجر واحد. كتضرب اوروبا، واوروبا كما قلتي ركزوا، نتفق معك ديالها هي، لان دابا خرجت من انجلترا، بقات فرنسا هي الركيزه الاولى اللي المدعم ديال الاتحاد الاوروبي. غير غد نهار فرنسا الاتحاد الاوروبي غيمشي، وهذا القطب هذا هو المنافس الكبير لامريكا. واخا فهي كتضرب باش عرفوا، فهمتي، باش عرفوا واحد المساله. نعم اخويا تفضل يلا. تضعفوا هي كتضعف الطرفين الاثنين، والاستخبارات الامريكيه والاسرائيليه راه هي اللي كتخدم هذا النموذج هذا. اللي انا كاين التخوف، اللي عندي التخوف هو داعش الثانيه غادي تكون في هذه المناطق هذه، وبعد ما تكون هذه داعش الثانيه اللي راه كتكون دابا، غادي يكون خطر على الجزائر، لان غادي يكون تقسيم الجزائر، ماشي سميتو، غادي يكون تقسيم، لان الازوات كل طوائف غادي يتقسموا، غتنوض واحد الزوبعه في الجزائر. الجزائر غاديه للخسران، كنشوف انا النقطه اللي كنشوف هي غاديه لواحد الخسران ان شاء الله. ربما المغرب حتى هو الملف ديال القبائل. فاش كنهضروا حنا على فرنسا شنو كمان كنقولوا حنا؟ كاين واحد الملف ديال القبائل. نعم، الميريكان كاين واحد احنا جايين يقدموا للولايات. الجزائر غتقطع على ثلاثه او اربعه مناطق، ماشي غير منطقه واحده. قال الوسط ربما الجزائر، وغتكون في الفتان، وغادي تكون الازوات لان هذوك الالتحام ديالهم مع الطوارق، وغادي يكون ربما ان شاء الله حنا عاوتاني الا كان شي حاجه ربما غنسترجعوا الاراضي ديالنا بالتدخل مع امريكا واسرائيل والدول الحليفه، والقبائل حتى هي غتاخذ الاستقلال ديالها. هادو المؤشر اللي كنشوف لي انا النظريه اللي غتكون الا كان شي مشاكل كبيره في هذه المناطق هذه. صحيح خويا فاس، الا ممكن نخليو غير خويا كمال، سي كمال يكمل الكلمه ديالو، حيت راه ملي كنقاطعوا شي واحد راه الافكار كيمشيو، وراه الفكره الميساج راه خاصو الواحد يوجدلو. يعني راه حنا عارفين خويا كمال راه دائما كيعطينا مقدمه، ولكن راه الخلاصه غادي تكون ربما هادشي اللي بغيتي تقول راه غادي يقولوا، غير ما نقاطعوش. الله يعطيكم الخير. هنا فاش كتشوفوا الخوت امريكا كتكلموا على امريكا وكتقولوا علاش امريكا ما تدخلتش، امريكا داخله. علاش؟ دابا حاليا شنو وقع في شمال افريقيا وفي افريقيا كامله كنهضروا عليها؟ كاين صراع بين الدول الفرنكفونيه، وكاين صراع بين الدول الانجلوساكسونيه، وكاينه روسيا. دابا فاش كنقولوا كاينه روسيا راه كنهضروا على مجموعه ديال الدول تابعين لروسيا.
فرنسا راه كاين في افريقيا كاين واحد الحلف كيسميوه الحلف الرباعي. شكون اللي من الداخل في هذا الحلف؟ داخله فيه الامارات، داخله فيه السعوديه، داخله فيه بريطانيا، داخله فيه امريكا. كاينه روسيا بوحدها. روسيا راه ما خايفاش من فرنسا، وانما خايفه على الحلف اللي كيهدد المصالح ديالها في افريقيا وهي الامارات. وخير دليل هي التساريب في الامارات راه داخله في الجزائر. الامارات مسيطره على المطارات وعلى الموانئ ديال الجزائر، مسيطر عليهم. المرافق الحيويه ديال البلاد اللي يقدروا ينوضوا بالبلاد ولا يطيحوها، الامارات مسيطر عليهم. زائد داخله الصين، داخله الصين دي نسبه مئويه في صادره الغاز والبترول اللي كانت كتديها فرنسا، جات الجزائر ولات كتعطيها من صادره الغاز والبترول، كتعطيها نسبه ديال 21% للصين. دخلت الشركات في مجال البناء، دخلت الشركات في مجال الاستثمار. يعني الجزائر دابا حاليا كتقلب هي فين تخبع، كتقلب هي فين تخبع. باش قلت لكم بان الميريكان راها داخله عن طريق الامارات. اللي يقول لك بان الامارات راه ماشي هي الميريكان، راه الامارات هي الميريكان، هي بريطانيا، الامارات هي السعوديه. والصراع اللي شفتو ديال مصر وقع في السودان، في جنوب السودان، مع من وقع مع السعوديه. شكون اللي قطع العلاقات ديالو مع السعوديه؟ قطعت معها الامارات. يعني هذاك حليف داخل تماكي. واللي فجر ديك القنصليه ديال السفاره ديال الجزائر في السودان راه فجرتها السعوديه والامارات والميريكان، حيت هما خرجوا كيتهجموا على الامارات وقالوا بان الامارات كتجسس لصالح اسرائيل على الجزائر. دابا حنا هنا كنقولوا بان روسيا راه ما خايفاش. روسيا راه اسمعوني، الجزائر ما يا ربي روسيا ما خايفاش من فرنسا. روسيا خايفه من هذا الحلف الرباعي اللي كاين كيهدد المصالح ديالها. روسيا باغيه تحيد الامارات من طريقها باي وجه كان. اما بالنسبه للجزائر وفرنسا، فرنسا عندها ملف واحد كتلعب به فاش كيقولوا له في الجزائر، هو ملف بلاد القبائل والارشيف ديال ديك الاراضي اللي اغتصبتها وعطاتها ضمتها لفرنسا، الجزائر الفرنسيه هذه اللي كيحكموها دابا. مثلا فرنسا فاش تشوف راسها خارجه شنو غدير؟ غتخلق واحد البؤر التوتر، غادي تدعم ملف القبائل، غتجبد الارشيف الصحراء المغربيه، غتعطي للملك الارشيف الصحراء المغربيه، غادي تبدا تحيي معنا الاتفاقيات ديال 1845 و 1901 و 1902 فائده بها فرنسا. لكن المغرب ما غيمشيش مع هكا، المغرب غيمشي معها عن طريق المحاكم الدوليه، عن طريق المحاكم الدوليه. اما دابا الجزائر الخوت باش تقولوا بان زعما الجزائر راها مستقره، الجزائر راها هي هادشي كله اللي كيدار راه دايرينو على حساب الجزائر. حيت الجزائر بحال نقولوا هي العمود الفقري ديال افريقيا. كاين المغرب، كاينه الجزائر حداها. الا سيطرت روسيا على الجزائر راها غادي تسيطر على جزء كبير من افريقيا. روسيا حيدت يديها عن طريق المغرب، عرفت بان المغرب حليف ديال امريكا واسرائيل، لذلك روسيا ما قدرتش تزيد المغرب، يعني ما غادي تاكل والو من المغرب. المغرب كيبني المصالح ديالو والعلاقات ديالو باتفاقيات ديال ربح، والميريكان قابله هذا الشيء. المغرب دوله مستقله. اما دابا فاش كنشوفوا الجزائر والنيجر ومالي وهذا الشيء كله، فين مشينا شفنا هذا تبون كيسبق مشى لعند روسيا، ومن بعد مشى لعند الصين. منين دابا كنشوفوا بوركينا فاسو مثلا ابراهيم تراوي فين مشى؟ شكون اللي كيحميه؟ كتحميه روسيا. النيجر شكون اللي كيحميها؟ كتحميه روسيا. الفاغنر. ملي كنمشيو لمالي شكون اللي كيحميه؟ كيحميه روسيا. يعني خرجوا فعلا من الاستقلال ديال فرنسا، وفين دخلوا في الاستعمار ديال روسيا. كذلك الجزائر. دابا حاليا الجزائر ولو نقولوا حتى غتبغي تنسلخ من فرنسا، والمشكل ديالها صعيب مع فرنسا، بحيث اصلا ما عندهاش حدود حقها، عندها حدود موروثه عن مستعمر فرنسي. ولو تدخل روسيا تما كاين، فرنسا غادي تقزم ذاك الجزائر وغتردها لعهدها القديم اللي هو 500 ألف كيلومتر مربع الخوت. لذلك شفنا الجزائر ولو هي باغيه تحرر من فرنسا، فاذا بها باغيه تولي تستعمرها روسيا. هو قال له روسيا هي اللي كتحمي، كتسهر على حمايه واستقلال الجزائر. يعني هي بحالها بحال الاخرين، يعني غادي تخرج من واحد المستعمر وغتمشي لعند مستعمر اخر. وهذا هو المثل اللي كنت كنقول لهم، العبد الا حررتيه من سيديه ما غاديش يعيش حر، غيقلب على سيد اخر. وهذا الشيء اللي شفنا الجزائر غاديه كتسبق ليه. الجزائر في 2024 الخوت الا مازالش عبد المجيد تبون غادي تنوض حرب اهليه، وغادي يدخل الشعب الجزائري في عشريه سوداء، لانهم غيديروا انقلابات. انا نقول لكم علاش. دابا كاين حاليا صراع بين شنقريحه وخالد نزار وجبار مهنا.
ضد عبد المجيد تبون ومعاه بوعلام المستشار ديالو. بوعلام صدر مذكره ديال في حق ولد خالد نزار، صدر واحد المذكره باش ما يغادرش الاراضي الوطنيه الجزائريه، ما يخرجش على الاراضي الجزائريه، وكيطالب من عبد المجيد تبون يعطيه الاوامر باش يقوم بالاعتقال ديالو. عبد المجيد تبون ما بغاش يعطيه الامر. علاش؟ مجرد ما يتعتقل ولد خالد نزار الحرب الاهليه غادي تنوض في الجزائر. يعني الحرب الاهليه نايضه. دابا تبون الا مشى حتى سقط في الرئاسيات، اذا تبون غادي يمشي وغيحاكموه وغادي يقتلوا شنقريحه، غيحاكموه. الا ربح تبون اذا غيولي شنقريحه غادي يولي يتحاكم، حيث اذا غادي يدخلوا في احداث دمويه. وهذا هو السبب اللي شفنا عبد المجيد تبون مشى للصين وكيقول لهم كيعطيهم الثروات 20% ديال صادره الغاز والبترول، وعطاهم قال لهم اجيو ديروا هنا الشركات ديو اللي بغيتوا. علاش؟ بحيث باغيين واحد المظله سياسيه باش ملي غيدخلوا في الاحداث الدمويه والشعب بحال العشريه السوداء، فرنسا اللي كتحميهم بحق نقد الفيتو ما بقاتش كتحميهم، كتقول لهم دبر راسكم. مشى لعند روسيا ضحكت عليه، عطاتو تقارير كاذبه في حق الامارات وجبدوا المشاكل مع الامارات حتى فجروا القنصليه ديال الجزائر في السودان. فاذا بهم مشاو عند الصين كيعطيوها الاموال وكيعطيوها الثروات البلاد والمرافق الحيويه، باش الا مشاو دخلوا في احداث دمويه بيناتهم وقتلوا الشعب، فاذا بالصين غادي تولي تدافع عليهم وتدير النقد والطعن في الحكم بورقه حق نقد الفيتو، لان الصين عندها نقد الفيتو اللي ما كانتش كتحميهم به فرنسا غتولي تحميهم به الصين. اذا الجزائر بالمستعمرات الفرنسيه طالبت بمستعمر روسي فرفض روسيا، روسيا ما باغياش شي طالب، روسيا كتسيطر باغيه داخله صحه روسيا. فاذا بها مشات عند الصين، والصين حليف لا يوثق به ابدا، حليف لا يوثق به. وغتشوفوا القادم ان شاء الله في 2024 تشوفوا الجزائر وهاد الاحداث اللي وقع شنو غترجع عليها. تحياتي لكم، انا معكم اطار التفاعل. كمال خليك غير في اطار التفاعل كمال في هذا الموضوع. تفضل يا دقيقه غير في اطار التفاعل اخي كمال، ما كتشوفش بان الزياره ديال تبون وطلب يعني الحمايه بالنسبه للجزائر من روسيا، ما كتشوفهاش بانها كانت مساومه لضرب المصالح في النيجر ومالي وبوركينا فاسو، وكذلك الانقلاب القادم في الايام المقبله غيكون في موريتانيا؟ اش كيقولوا له تبون هذا طلب الحمايه اللي مشى لعند روسيا، بحيث هو كان عارف بان روسيا غادي تسيطر على الدول المجاوره للجزائر وغيضربوا في المرافق الحيويه ديالها وفي المصالح الاستراتيجيه ديالها. فاش ناض الانقلاب في النيجر وناض الانقلاب في بوركينا فاسو، الجزائر تحاصرت. دابا حاليا الانبوب ديال الغاز النيجر ديال نيجيريا والجزائر فين وصل؟ ما بقالوش طريق واحد الا عن طريق المحيط الاطلسي، خصهم يجيو عند المغرب ويعترفوا بالصحراء المغربيه وندوزوا لهم الانبوب ديال الغاز. اذا الانبوب مشى الخوت. ها المصالح الاستراتيجيه ديال الجزائر بدات ثاني حاجه اسمح لي، دروك ما كتشوفش انه مثلا هذا الانقلاب اللي وقع، وخلينا غير نكمل باش تفهموا. خلينا نكمل. نعم، الجزائر دارت شركات كبرى في نيجيريا، وهاد الشركات كلهم تضربت ديك الاتفاقيه في الزيرو. علاش؟ لان وقع الانقلاب في هاد الدول المجاوره للجزائر وما غيسمحوش للجزائر انها دير شي اتفاق وتدوز عن طريق الاراضي ديالهم. لذلك مشى عمي تبون كيطلب الحمايه من روسيا باش لا دارت هاد الانقلاب في هاد الدول المصالح الاستراتيجيه ديال الجزائر ما تبقاش. فهمتي كيفاش اخويا؟ ها علاش مشى كيطلب. لذلك روسيا ما باغياش تبون عامل فرنسي، روسيا باغيه دير الملحق الروسي ديالها. روسيا تنتقم من الرمطان العمامره اللي كان غادي ينافس عبد المجيد تبون في الرئاسه ديال 2024، كتنتقم حيت حيداتو لها فرنسا.